فخلي بالك اي حاجه غلط وانت عارف انها غلط ابوك وامك بيجبروك عليها، انت الوحيد اللي هتشيلها، وهتشيل شيلتك لوحدك ومحدش هيقف جنبك. اي غلط ابوك وامك هيعملوه في حياتك هيبوظ لك انت حياتك، وانت اللي هتشيلها. ابوك وامك مش ملايكه كلامهم قرآن كلامهم صح، لا، في ابهات كتير وامهات كتير ودوا عيالهم في داهيه لما عيالهم سمعوا كلامهم. والآية اللي ربنا قال فيها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، الآية دي بتنطبق في واقعنا. ما ينفعش أبوك يجي يقول لك ولا أنت ما انتش هتتجوز إلا البنت دي، انسى، وأنت تسمع كلامه. ما ينفعش، الحاجات دي ما فيهاش إجبار. وأنت ما ينفعش أهلك يجوزوك شخص أنت ما بتحبهوش ولا تعرفيه ولا عايزاه وحضرتك توافقي. أهي دي الخطايا والأخطاء اللي الأهل بيعملوها، لو أنت سمعت كلامهم هتلبس في حيطة. وحصل كتير قوي قوي.